فيتامين اي اعظم مضاد اكسده خلقه ربنا، لكن هل فعلا محتاج تاخده؟ وبيفيدك في ايه؟ ويمشي لمين وما ينفعش لمين؟ تعال بقى نتعرف عليه. فيتامين اي كل فوائده جايه من انه من مضادات الاكسده القويه، فبينظف غلاف الخليه من اي شوارد حره، بيساعد على حمايه الخلايا من التلف. فيفيد في ايه؟ عد معايا بقى. عندك بالنسبه للبشره، تحسين النضاره، بيساهم في تقليل الهالات السوداء، تأخير علامات التقدم في العمر والشيخوخة، وليه دور كويس جدا في ترطيب الجلد. بيساهم في تقليل خطر الإصابة بالجلطات عن طريق إنه بيمنع أكسدة الكوليسترول الضار اللي بتترسب على الشرايين، فيقلل تصلب الشرايين. بيستخدم في الخصوبة وزيادة فرص الإنجاب، عشان كده هتلاقي دكاترة كتير من دكاترة الإنجاب بيكتبوه. عن طريق إيه بقى؟ عن طريق إنه بيزود وصول الدورة الدموية والدم للخصية، فبيزود الحيوانات المنوية عند الرجال ويقويها، وبيزود وصول الدم للبويضات عند السيدات، فبيحسن وظائف التبويض. ليه دور كويس في دعم صحة الجهاز المناعي، وفي أبحاث بتقول إن نقص فيتامين إي بيولد أمراض مناعية، فليه دور كويس جدا، أو بيستخدم من ضمن العلاجات في أمراض الأوتو إميون ديزيز. وليه دور برضه في حماية من ضرر الدهون الغير مشبعة الموجودة للأسف في أكلات كتير من اللي احنا بناكلها، وأشهرها الزيوت المكررة. تحسين الدورة الدموية لأنه بينظف الشرايين من الأكسدة ويمنع تصلب الشرايين زي ما قلنا من شوية، فيؤدي إلى تحسين الدورة الدموية. وبرضه ليه دور بأنه بيمنع من أشعة الشمس الضارة والوقاية من سرطانات الجلد بالتعاون مع فيتامين سي. متوفر على شكل كبسولات تؤخذ بالفم يوميا، لكن في ملاحظات هامة لازم نعرفها. ما يستخدمش بجرعات عالية إلا تحت إشراف طبي. مرضى السيولة أو الضغط المرتفع لازم ينتبهوا ويستشيروا الطبيب. لا يفضل استخدامه أكتر من 4 شهور. ومتوفر طبيعيا في حاجات كتير غير الأدوية، زي زيت كبد الحوت والأسماك والزبدة وزيت الزيتون والأفوكادو. وأخيرا، الله يديم عليكم الصحة والعافية، ولو استفدت من معلومة ما تنسانيش من لايك ومتابعة. والسلام عليكم.